بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعين مسابقة أحسن صوت في الأذان اللي بتنظمها مجموعة الدقنوة الجديدة. النهاردة بنستضيف علم من قراء المنطقة، طبعا الشيخ السيد أحمد حمودة العقدة. اتخرج من معهد الطاروطي لإعداد قراء القرآن والمبتهلين، وطبعا هو عضو في اللجنة اللي هتختار أحسن مؤذن. بنرحب بك يا شيخ سيد. اهلا وسهلا بك يا شيخنا الفاضل. اهلا وسهلا بك يا حبيبي. ربنا يبارك فيك. الشيخ سيد، عايزينك الأول قبل ما ندخل في المسابقة بتاعتنا، وطبعا شرف لنا إن احنا التقينا بحضرتك النهارده. عايزينك تعرف المستمعين بنفسك أو المشاهدين بنفسك، اتفضل. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، ثم اما بعد. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. انا العبد الفقير الى الله سبحانه وتعالى، الشيخ السيد احمد حمودة العقدة. الحمد لله رب العالمين، انا خادم للقران الكريم وقارئ له. وطبعا انا من مواليد 20/8/1995. الحمد لله رب العالمين، رزقنا الله سبحانه وتعالى بحسن الصوت وحسن الأداء، وهذه موهبة أشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه إن شاء الله. وطبعا الحمد لله أنا معي ثانوي عام أزهري، خريج الأزهر إن شاء الله. طبعا ثم بعد ذلك ذهبت إلى معهد الطاروطي لإعداد القراء والمبتهلين بمحافظة الشرقية. والحمد لله رب العالمين، أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أعطاني إياها. ربنا يبارك فيك. يبقى حضرتك يا شيخ سيد نشأت في معهد الدقنوة الجديدة. نعم، ولا الشرف بذلك والله، الحمد لله. ربنا يبارك فيك. الحمد لله. طيب يا شيخ سيد، على هامش مسابقة أحسن صوت للمؤذنين، تمام. أولا إيه رأي حضرتك في هذه المسابقة وفي المشتركين فيها؟ أولا أشكر جميع العاملين على هذه المسابقة، فمنهم من اجتهد بصوته، ومنهم من اجتهد بماله، ومنهم من اجتهد بوقته. فأشكر طبعا أشكر فضيلتك على هذا طبعا العطاء الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه. طبعا هي شيء جميل جدا، أولا للأطفال والكبار، فهي تضم أصوات صغيرة تضم أصوات كبيرة، فحتى الصغير يتعلم من الكبير، والذي عنده أخطاء يتعلم من الآخر، حتى يلبي النداء صحيحا سليما دون أن يقلد أحد، دون أن يقع في سهو في ما أشبه ذلك. الكل يتعلم من بعض. الحمد لله. حضرتك متابع لكل المؤذنين اللي بننزلهم على الصفحة؟ نعم، ففي طبعا كثير والله تلفت الأنظار من الصغير والكبير، فأدعوهم طبعا أن يجتهدوا على أذان صحيح سليم كما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ما شاء الله، صلى الله عليه وسلم. طيب يا شيخ سيد، إيه الأسس اللي حضرتك واللجنة الموقرة، إحنا عارفين إن تصويت اللجنة هيبقى له 50%، تمام، والتصويت الإلكتروني 50%. نعم. إيه الأسس اللي هيتم اختيار أحسن مؤذن عليها إن شاء الله؟ طبعا أولا الصوت الحسن والأداء الحسن، من مقامات، من مخارج حروف، من تجويد للأذان طبعا. فطبعا اللي هيستحق هذه المسابقة لا يأخذها من دون مجاملة أو دون ماديات أو ما أشبه ذلك، بل يأخذها بمجهود بذاته أو موهبة أعطى الله سبحانه وتعالى إياها. تمام. إن شاء الله بنذكر المشتركين والمتابعين للمسابقة إن يوم 10 رمضان هيبقى في حفل إن شاء الله هيضم كل المتسابقين، وهياخدوا جوائز هتتفاوت على حسب الدرجات اللي لجنة التحكيم ادتها له. طيب يا شيخ سيد، بعض المؤذنين ما لفتش نظرك إن هو أخدها بالسمع، إن بدا بالمقامات أو بدا بأي شيء؟ اتفضل. طبعا ده يعتبر، حتى لا أبالغ، الجميع يؤذن سمعي، ومنهم من يقلد وما أشبه ذلك. فكل واحد بيأخذ الأذان سمعي، فهو طبعا لابد أن يعرف فيها مقامات، فيها مخارج، فيها صفات وما أشبه ذلك، فكل واحد يتعلم من الآخر. تمام. طيب في ضوء المقامات أو بمناسبة المقامات، نعم. حضرتك علم من أعلام قراء المنطقة. الحمد لله. حضرتك درست المقامات في معهد الطاروطي. نعم. لأن حضرتك خريج معهد إعداد القراء والمبتهلين. نعم. فممكن حضرتك تسمعنا آية وتسمع المتابعين بتوعنا آية قرآن بالمقامات، لأن البعض أول مرة يسمع عن هذا الأمر. نعم.
ممكن آية من سورة الفرقان وعباد الرحمن. حاضر ان شاء الله. نجيبها الأول بمقام البياتي. تمام ان شاء الله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما شاء الله ما شاء الله. طيب ممكن مقام النهاوند للشيخ مصطفى اسماعيل رحمه الله. نعم كان ماشي، اتفضل. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. نجيبها بمقام الحجاز عشان نختم بيه ان شاء الله. اتفضل. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا قبل ما نختم بنذكر السادة المتابعين والمشاهدين جميعا ان هنفضل نستقبل الفيديوهات الأذان لحد يوم 20 شعبان ان شاء الله. بعد كده هتقام المسابقة في التصويت وبرضه لجنة التحكيم بارك الله فيهم. وإن شاء الله غدا أو بعد غد بإذن الله هنستضيف برضه أحد المشايخ أعضاء لجنة التحكيم. بنشكر فضيلة الشيخ السيد أحمد حمود العقدة. أشكرك يا الشيخ جمال يا محترم. طبعا والله بشكر كل فرد متسابق في هذه المسابقة، وعليه أن يجتهد حتى يأخذ المركز الأول أو الثاني أو حتى أو ما كتب الله سبحانه وتعالى إليه. ما شاء الله. متشكرين يا شيخ. شكرا. السلام عليكم.